فالحسد شيء مفضع. وما أكثر الكفاءات التي دمرت بسبب الأعين الغادرة الحاسدة والنفوس المريضة الفاجرة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. يكون الرجل على السوية متميزا، فما هو إلا أن تقع عليه عين حاسد فيكون ما قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يصيبه بقذيفة أرض تقع منه في مقتل، سرع لبط. تجد ولدك يؤتيه الله تبارك وتعالى ذاكرة صماء لاقطة، فمهما سمع من شيء طبع على صفحة قلب، وأنت رجل طيب لا تحصن ولا تبالي وتفرح. الولد حمل القرآن كله، تعال يا ولد سمع لعمك، وما هو بعمه، وما هو إلا أن يسمعه حتى يعينه. فتجده بعد ذلك من كبار الفاشلين، نسأل الله العافية. وما خلى جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه.